السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم ضلعه معمره باللوز والقرقاع. ممكن تخليوها غير خاويه وممكن ديروا الخروف اولا ديروا الماعز اللي بغيتو، كتجي معتبره. وممكن انكم طيبوا غير اللحم بهذه الطريقه. غادي نحتاجو ضلعه، غادي نغسلوها نخليوها تسقطر ونديرو فيها جيب من جهه الضلوع ونوجدو التوابل باش غادي نشرملو اللحيمه ديالنا. غتلقاو كلشي اسفل الفيديو. نخلطوا التوابل ديالنا وسمينه وداكشي بالقليل من الماء وغادي نشرملو الضليعه ديالنا. الا كان عندنا غير طروفه د اللحم كنشرملوهم بنفس الطريقه. غادي نخليوها جانبا. هنا اللوز ديالي درتو في ماء غليان، حيدتو فسختو من بعد قليتو في زيت بارده. هنا درت واحد 6 هكاك ديال الحبات ديال المسكه الحره، دقيتهم مع القليل من السكر. هنا قبضت اللوز ديالي والكركاع تقريبا واحد 200 غرام. هنايا طحنتهم كيف ما كتشاهدوا، ممكن تطحنوهم مع السكر. انا غادي نضيف القرفه المسكه الحره مخلطه مع سنيده اولا السكر، معلقه الزبده، ديروا العسل ولا كما قلت لكم ديروا السكر. صافي هنا كنخلطو مزيان. العقده ما خصهاش تكون ناقصه حلاوه، خصها تكون في الحلاوه هي هذيك باش كتجي زوينه، وخصها تكون معلكه ماشي مفرفشه البنات. هذه شي حاجه انا كنأكد عليها. صافي هنا كنبدا نخيط ديك الضليعه ديالي مزيان كيف ما تخرج ليش العماره. ممكن ديروا دي كوردون، مي انا كنفضل انه تخيط باش كتبقى هي هذيك. صافي كندير هنا واحد العقيده، كنسد، كنوجد الطنجره، كندير واحد 6 ديال البصلات مشلضين، كاس ونص ديال زيت الزيتون ولا مخلطه، المهم القليل من السمن، العطريه، داكشي كامل غادي نخليه لكم اسفل الفيديو. غنديروا واحد 2 لتر ديال الماء او لترين من الماء، وغادي نحطوا الضلعه من الجهه اللي كيكون فيها اللحم ماشي من جهه الضلوع. كنخليوها طيب مره كنحركوها مزيان واحد 2.5 حتى ل3 سوايع على حسب اللحم. هنا لقيت غير الاجاص عندي في الدار، المهم هنايا قطعته على 2، درتو مع كاس ديال عصير ديال الليمون اي البرتقال وكاس ديال السكر، ضفت لهم زبيده صافي على ما طاب وخليته جانبا. غير كيبان لنا طاب كنقلبوه. وهذه لاستوس اللي ديما كنعطيها لكم، هذه دابا اكثر من 4 سنين كنت وريتها لكم حتى في الدجاج محمر. حيدوا واحد زلافه ديال المرقه، صفيوها، رجعوا البصله في الطنجره وخليو هذيك المريقه راه غنحتاجوها. هنا في الطنجره كندير معلقه ديال القرفه، معلقه ديال داك الكراميل اللي مصاوب بلورانج والسكر اللي عسلت فيه الاجاس. كنحيد اللحيمه ديالي باش نحمرها، وهنا كنبقى كنضيف داك المريقه اللي قلت لكم. ملي كنشوف البصله تحمرت كنبقى كنضيفها عيني ميزاني حتى كنشوف هذا اللون الاكثر من رائع. كنتمنى ان شاء الله تجربوا التغميره بالطريقه ديالي. هنايا اللحم ديالي دهنته بالزبده ودخلته يتحمر وقدمت هادشي بالصحه والراحه. ديروا المشماش، ديروا الاناناس، ديروا اللي بغيتو بصحتكم.